المدرجات بتهتز، صوت طبل مرعب بيضرب في كل أنحاء الاستاد، وفجأة آلاف البشر بيرفعوا إيدهم لفوق وبيميلوا بجسمهم كله لقدام ولورا بحركة جماعية مهيبة، كأنهم راكبين سفينة حربية. ومع كل حركة جسم بيطلع صوت مرعب من أعماق الحنجرة. الصيحة دي اللي جماهير النرويج عملوها في بطولة كأس العالم مش مجرد حركة تشجيع كورة عادية، ده طقس حربي قديم اسمه صيحة الفايكنج. طقس رجع للحياة في الملاعب عشان يفكرنا برعب من نوع خالص زلزل القارة الأوروبية زمان، لدرجة إن لاعيبة منتخب النرويج نفسهم من كتر فخرهم بالهوية دي اتصوروا في لقطات شهيرة جدا وهم لابسين لبس المحاربين كامل وماسكين الدروع. والمثير إن الجماهير واللعيبة في اللقطات دي دايما بيظهروا وهم لابسين خوذات طالع منها قرون طويلة كرمز للفايكنج. بس الحقيقة التاريخية الصادمة اللي بأكدها المؤرخ جوين جونز في كتابه الشهير A History of the Vikings إن الخوذات اللي بقرون دي هي كذبة وتزييف تاريخي ملوش أي أساس من الصحة، اخترعته هوليوود وأوبرات القرن 19، لأن الفايكنج الحقيقيين عمرهم ما لبسوا خوذات بقرون في المعارك، لأنها ببساطة مش عملية وممكن تخلي العدو يمسك المحارب منها بسهولة. وخوذاتهم الحقيقية اللي سابوها في المقابر كانت حديدية سادة وبسيطة جدا لحماية الراس. والخدعة دي بتجرنا عشان نروح للمكان اللي جت منه الأساطير دي كلها، المكان اللي انطلقت منه سفن الرعب دي، الأرض الجليدية القاسية اللي شكلت جينات وثقافة المحاربين دول، الأرض اللي بنعرفها النهاردة باسم مملكة النرويج. كلمة النرويج نفسها جاية من اللغة الإسكندنافية القديمة من مصطلح نوردفيج، ومعناه حرفيا الطريق نحو الشمال، وده كان الاسم اللي البحارة في العصور الوسطى بيطلقوه على المسار البحري الضيق والمحاذي للسواحل الغربية الجبلية، لأن النرويج كجغرافيا وعرة كانت جاية في طريقهم ومسارهم الإجباري وهم رايحين لأقاصي القطب الشمالي المتجمد. طيب مين بقى الناس اللي عاشوا وسكنوا في الطريق الشمالي ده من الأول؟ الأرض دي في البداية كانت بتسكنها قبائل جرمانية بدائية عايشة على الصيد والزراعة البسيطة المتقطعة، وما كانش في حاجة في التاريخ أصلا اسمها شعب الفايكنج. الكلمة دي ما كانتش اسم عرق أو جنسية مكتوبة في بطاقة حد، دي كانت مجرد وظيفة ونمط حياة، أو نقدر نقول فعل. الكلمة دي مشتقة من الكلمة الإسكندنافية القديمة ذاك، يعني الخليج الصغير أو المرفأ الطبيعي اللي بتستخبى فيه السفن، ومنها طلع مصطلح فيكنجر ومعناه حرفيا رجل الخليج، والمقصود بيه الشخص اللي بيسيب أرضه ويركب سفينة وينزل البحر عشان يتاجر أو يقرصن وينهب. والاسم ده بمرور الوقت بقى بيطلق على شعوب المنطقة دي كلها اللي هي الدنمارك والسويد، ومعاهم طبعا النرويج اللي كانت منطلق أساسي للرحلات دي. يعني لما شاب نرويجي مزارع كان بيزهق من الفقر وضيق الحال كان بيقول لأهله أنا قايم أفايكنج، يعني رايح أشتغل بحار أو قرصان. وهنا بيجي السؤال المهم، امال الفايكنج دول طلعوا ازاي وبقوا مرعبين كده اذا كان اصل الناس اللي سكنوا النرويج ما كانوش كده؟ الاجابه بتكمن في الطبيعه الجغرافيه المرعبه للنرويج. الارض هناك عباره عن جبال صخريه شاهقه ووديان مخنوقه وغرقانه في التلج طول السنه، والطبيعه القاسيه دي خلت الزراعه شبه مستحيله ومفيش اكل، فالقبائل المنعزله دي ما كانش قدامها حل غير انها تهرب للبحر عشان تعيش. والفقر ده لما اتمزج مع عقيدة وثنية مرعبة نتج عنه جيل ما بيخافش من حاجة. تفاصيل العقيدة دي والقصص بتاعتها متوثقة ومكتوبة بالتفصيل في كتاب نصوص الإدا ذا إيدا، وده المصدر الأساسي للأساطير الإسكندنافية. الناس دول كانوا بيؤمنوا بوجود آلهة عايشين في عالم علوي اسمه أسجارد، وعلى رأسهم الإله أودن إله الحكمة والحرب، وابنه ثور إله الرعد. الديانة دي كانت واضحة جدا مع المحارب، لو عشت جبان ومت موتة طبيعية على سريرك بسبب المرض أو العجز هتروح لعالم سفلي كئيب ومظلم اسمه هاو، لكن لو مت في وسط الدم وانت ماسك سيفك وبتثبت شجاعتك في أرض المعركة روحك هتاخدها الكائنات الأسطورية دي وتروح بيها القصر الإله العظيم فالهالا، وهناك هتقعد مع أودن تشرب وتحتفل للأبد. وبسبب المعتقد ده اتخلق جيل من البشر حرفيا الموت في المعركة بالنسبة لهم هو أسمى أمانيهم وأقصر طريق للجنة. مع بداية القرن الثامن الميلادي حصل انفجار سكاني ضخم في النرويج، وبقت الأرض مش ملاحة تأكل البشر اللي عليها،
وفي نفس اللحظة دي حصلت الطفرة التكنولوجية اللي حركت الأحداث دي كلها، وهي اختراع السفينة الطويلة اللي اسمها اللونج شيب. السفينة دي كانت معجزة هندسية في وقتها، مصممة من خشب مرن وخفيف جدا، وغطسها في المية ما بيعديش المتر، فكانت قوية كفاية انها تعبر المحيط الأطلسي الهائج، وفي نفس الوقت تقدر تدخل الأنهار الضاحلة وتوصل لقلب المدن الأوروبية من غير ما حد يحس بيها. العقيدة الانتحارية دي مع السفن العبقرية خلتهم يتحركوا فورا بره أراضيهم. وفي سنة 793 ميلاديا حصلت الضربة الفاصلة اللي المؤرخين بيعتبروها البداية الرسمية لعصر الفايكنج، لما ظهرت السفن النرويجية دي فجأة قدام سواحل إنجلترا، وتحديدا عند دير جزيرة ليندسفارن. الدير ده كان مكان مسيحي مقدس ومليان تحف ذهبية فضية، والرهبان اللي عايشين فيه ما كانش معاهم أي سلاح، فالفايكنج نزلوا زي الإعصار، دمروا المكان وسرقوا كل الذهب وقتلوا الرهبان بكل وحشية. الهجوم ده عمل صدمة ورعب في أوروبا كلها، لأن نظرة الممالك المسيحية ليهم بقت إنهم وحوش وهمج جايين من الجحيم، لأنهم لأول مرة بيشوفوا محاربين ما بيحترموش المقدسات الدينية. وفي نفس الوقت الهجوم ده بالنسبة للفايكنج كان انتصار ساحق ورزق كبير رجعوا بيه لأرضهم عشان يبدأوا طقوس احتفالاتهم. بعد كل رحلة نصر ترجع فيها السفن النرويجية محملة بالغنائم والسبايا، كانت القبيلة كلها بتتجمع في احتفال كبير جدا جوه قاعة خشبية اسمها قاعة الميد أو الميد هول. والميد ده هو مشروبهم الروحي الكحولي الأساسي المصنوع من تخمير العسل مع المية، وكانوا بيشربوه بكثافة في قرون حيوانات ضخمة ومزينة بنقوش المعارك. وفي وسط الهيصة دي كان بيظهر الشاعر الموجود في القبيلة اللي اسمه السكالد، ويبدأ يرتجل ويلقي قصائد ملحمية طويلة اسمها الساجا، وهي الحكايات الأسطورية اللي بتسجل بطولات المحاربين دول وتمدح شجاعتهم وتخليهم شبه الآلهة في عيون الناس. والطقوس دي ما كانتش للمعارك وبس، لأ، كان عندهم احتفال شتوي مرعب وضخم جدا اسمه اليول، والكلمة دي معناها عيد الميلاد. والطقس ده كان بيتعمل في وقت الانقلاب الشتوي لما الليل يكون في أطول حالاته، وكانوا بيولعوا جذور شجر ضخمة ويقدموا أضاحي دم للآلهة عشان يطلبوا منهم يرجعوا الشمس والدفء للأرض. والمعلومة المؤكدة 100% تاريخيا إن الكنيسة المسيحية لما دخلت المنطقة بعد كده ما لقتش طريقة تلغي بيها الاحتفال ده من عقول الناس، فأخدت نفس الطقوس اليول وتزيين الشجر ربطتها بميلاد المسيح، وهي دي النواة الأساسية اللي طلعت منها طقوس الكريسماس. بمرور السنين الفايكنج النرويجيين ما بقوش مجرد قراصنة بيضربوا ويهربوا، دول تحولوا لأعظم مستكشفين في العصور الوسطى بفضل مهاراتهم العبقرية في قراءة النجوم وحركة الطيور واستخدام حجر كريستالي سحري اسمه حجر الشمس السانتون، بيقدر يحدد مكان الشمس بدقة حتى لو السماء مغيمة وضباب بالكامل. البحار النرويجيين دول ركبوا البحر ووصلوا لأيسلندا واستوطنوه، ومن هناك طلع بحار مغامر ومجنون اسمه إيريك الأحمر أو إيريك ذا ريد، ووصل لجزيرة عملاقة تانية كلها تلوج وجبال سماها جرينلاند، يعني الأرض الخضراء. وده كان نوع من الدعاية الذكية عشان يخدع الناس ويغريهم يروحوا يعيشوا معاه هناك. والأعجب من كده إن ابن إيريك الأحمر واللي اسمه لياف إريكسون فضل ماشي بسفينته في المحيط لحد ما وصل لأرض جديدة تماما سماها فانلاند، والأرض دي هي كندا الحالية في أمريكا الشمالية. وده معناه إن الفايكنج النرويجيين وصلوا واكتشفوا أمريكا قبل كريستوفر كولومبوس بحوالي 500 سنة كاملة. والكلام ده مش كلام جرايد، ده موثق تاريخيا في موقع لان اون ميدوس في كندا، اللي ذكر ان علماء الاثار لقوا بقايا بيوت ومصانع حديد ومقابر تابعه للفايكنج النرويجيين. وبينما البحاره بره بيستكشفوا المحيطات، القبائل جوه النرويج بدات تفهم ان الفقر والتشتت مش هيعملوا دوله، وان القوه الحقيقيه في الاتحاد. ففي القرن التاسع الميلادي ظهرت شخصيه اسطوريه غيرت تاريخ النرويج للابد، وهو الملك هارلد ذو الشعر الفاتح أو هارلد فيرهير. الأسطورة المحفورة في الساجة بتقول إنه حب بنت ملكة اسمها جيدا وطلب يتجوزها، لكنها رفضت ببرود وقالت له أنا مش هقبل أتجوز مجرد حاكم محلي على شوية جبال تافهة، أنا مش هقبل غير بملك حقيقي يحكم النرويج كلها زي ملوك الدنمارك والسويد. الكلمة دي هزت كرامة هارلد وحلف يمين مغلظ إنه مش هيقص شعره ولا حتى هيسرحه لحد ما يوحد النرويج كلها تحت رايته ويثبت لها قوته. وبالفعل بدأ سلسلة حروب دموية طاحنة ضد كل الحكام المحليين لحد ما دارت المعركة البحرية الفاصلة والشهيرة باسم معركة هافرسفيورد حوالي سنة 882 ميلادية، وانتصر فيها هارلد وسحق كل منافسيه، وبقى رسميا
أول ملك يوحد النرويج كلها تحت تاج واحد، والحدث ده كان هو الخطوة الأولى والأساسية لقيام دولة النرويج السياسية في التاريخ. المرحلة الأخيرة في تحول النرويج من عصر الفايكنج الهمجي المرعب للدولة المستقلة اللي بنعرفها النهاردة كانت دخول الدين الجديد وهو المسيحية. العملية دي ما كانتش سلمية بالمرة، دي كانت معركة دموية شرسة بين العهد القديم والعهد الجديد بقيادة ملوك مسيحيين أشهرهم القديس أولاف. الملوك دول بدأوا يفرضوا المسيحية بالسيف والنار، وكانوا بيخيروا زعماء قبائل الفايكنج الوثنيين بين انهم يدخلوا الدين الجديد او يتقتلوا وتتحرق قاعات المجد والآلهة بتاعتهم. ودارت معارك طاحنة بين المحاربين المتمسكين بأودن وثور وبين جيش الملك لحد ما مات الملك أولاف في معركة ستكلاستد سنة 1030. ورغم انه مات في المعركة الا ان موته ده كان هو الانتصار الفعلي للمسيحية لان الشعب اعتبره شهيد. وبحلول نهاية القرن ال11 كانت الوثنية انتهت تماما واختفت معاها فكرة الغزو والنهب، وانتهى عصر الفايكنج ده رسميا، وتحولت النرويج لمملكة مسيحية أوروبية مستقرة سابت الفاس والسفينة الحربية، وبدأت تبني الكنائس الخشبية الفريدة عشان تنتهي قصة الرعب التاريخية وتبدأ قصة الدولة الحديثة اللي بنشوف جماهيرها النهاردة في المونديال بيرفعوا ايديهم وبيهزوا المدرجات بصيحة وحركة تجديف الفايكنج الفخرية تكريما وتخليدا لتاريخ أجدادهم الساحر اللي غيروا بيه خريطة العالم. لو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك عشان يوصل للناس أكتر مهتمة بالفكرة، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. استنوني في الحلقات الجاية. كنت معاكم آلاء في سطر وحضارة. سلام.